لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي. والسيسي عارف كده كويس قوي. الباقي بقى لا عزاء للبهايم واللي لسه مندهشين واللي لسه مش متصورين ان مصر زيهم ممكن يبيع مصر بالطريقه دي. ده يبيع امه عشان الكرسي يقعد هو ونخرب فيها ونخليها كهن. ونخليها ايه يا دكتور مصطفى؟ كهن، بلد كهن. اللهم زلزل أركان عرشه، اللهم زلزل أركان عرشه، اللهم زلزل أركان عرشه. هو الوضع اللي انتوا شايفينه في القطاع دلوقتي هو ناجم عن كده، بس مش ناجم على ان مصر تخلت عن دورها في ادخال المساعدات او بتشارك في حصار القطاع. ده امر خطير جدا ومهم جدا. اللهم وارنا فيه يوما اسودا عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. في ناس قاعده تتفرج عليك. احنا اللي ايدنا في النار. تاني انا بقول لك ايوه احنا اللي ايدنا في النار، مش حد تاني. السلام عليكم يا جماعه. النهارده عندنا خبر تقيل شويتين. السيسي بيحشد 40,000 جندي في سينا. يا نهار ابيض، هو ايه يا جماعه؟ هيعمل بيهم ايه؟ هيرقص بيهم رقصه البطاطا ولا رقصه جمبري منزوع الراس؟ ده الراجل مش قادر يشغل مستشفى صح، فجأة قرر يبقى نابليون بونابرت الشرق الأوسط. كل 108 مليون مستعدين كل واحد فيهم يلبس الافرول دلوقتي. الإعلام طالع يقول لك مصر تستعد للحرب. حرب إيه كتكواكسة؟ هو فين العدو أصلا يا موكوس؟ صحيح العدو موجود بس مش من ناحية الشرق، العدو عنده في المطبخ جوه البلد. ولا احنا ايه اللي دخلنا المطبخ؟ يقول لك خلي بالك ده مش سائل فيك، خلي بالك دول مش واخدين بالهم منك، خلي بالك ده ما بياكلكش، خلي بالك ده ما بيعلمكش، بس ما قالكش خلي بالك انك انت فقير قوي. يا ولاد الكلب يا اللي بلعين البلد واكلها ولعه. لا يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي. واللي قاعدين فوق بياكلوا في الكيكه واحنا بناكل الهوا. اللي بقاله 10 سنين قافل معبر رفح وبيفتش الرغيف كأنه صاروخ سكود يا مؤمن، دلوقتي بقى زعيم المقاومة. الإرادة المصرية قوية ويساندها جيش قوي. هو أصل الموضوع مش حرب ولا حاجة، الموضوع إن في تهجير. في ناس مش راضية تسيب بيوتها وأرضها، فقرر يعمل استعراض عسكري. من الآخر كده عايز يقولك أنا وأنا والحديد اللي اتنى، بس يا ريتك تبقى أنا. اللي بيعمل استعراض يكون عنده عضلات، مش كرشه سابقه بخطوتين. جيشنا العظيم قدرات كبيرة جدا، هائلة جدا،